مساء الخير الإخوان والأخوات المحترمون والمحترمات في موضوع جديد وجد مختصر. إخوان والأخوات المحترمون، بغيت اليوم درت هذا اللايف خصيصا أنني غنشكر وغنشد وغنشكر بحرارة الأساتذة والأستاذات المحترمون في ربوع المملكة، وأخص بالخصوص غنشكر الإخوان ديال جهة فاس مكناس على الانضباط ديالهم، على المسيرة الناجحة ديالهم، على الشعارات الهادفة، شعارات كنتم أيها الأساتذة المحترمون، كنتم بالأمس كتعبروا عن الصوت ديال المغاربة بشعاراتكم، بتنديدكم بالحكومة وبرئيس الحكومة وبالوزراء. كنتم في المستوى، كنتم تعبرون عن ما يلوج في خاطرنا، تكلمتم بلساننا. فتحية احترام وتقدير للأساتذة والأستاذات، ومزيد من النضال ومزيد من الصمود حتى تحقيق المطالب، حتى إسقاط نظام المآسي، حتى إسقاط نظام الشؤم. ما عنديش شي كلمات باش نعبر على الافتخار بالأساتذة ديالنا وعلى المستوى الراقي ديالهم اللي كانوا به بالأمس، وعلى الكلمات الهادفة، وأن كلمات عرفتي كلمات هادفة كتعبر، كتبين أنكم كتحسوا أنتم تتكلمون باسم الشعب المقهور، تتكلمون باسم المغاربة المظلومون والمحقورون واللي تعرضوا للظلم من طرف حكومة رئيس الحكومة السي عزيز أخنوش والشركاء ديالو، من طرف هذه الحكومة البائسة والبليدة التي قضت على الآمال ديالنا. أنا أحد المغاربة لم يعد لي آمال في هذه الحكومة البائسة. الإخوان والأخوات المحترمون والمحترمات، اليوم بغيت نوجه واحد الرسالة. أما آن الوقت أن يستيقظ النقابيون الأكثر تمثيلا على الشعب، وأخص بالدرك وكنخصص النقابات الأربع الأكثر تمثيلا. بغيت غير نطرح واحد السؤال بسيط وغادي يكون واش غير بغيت نسولكم، واش ما كتحشموش باش انكم تطالبوا ككتاب عامون ديال النقابات الاكثر تمثيلا من النقابات التي تمثل التعليم، باش تقولوا لها نسحب من الحوار مع الحكومة لأننا تبهدلنا، لأن الشعب كله عاق بنا، أنها مجرد نقابات تبحث عن مآربها ومقاصدها. أما أنا الوقت باش تهزوا الهاتف وتعيطوا ألو الكتاب ديالكم اللي يدعون أنهم يمثلون التعليم. الأساتذة يمثلون أنفسهم بالتنسيقيات ديالهم الجريئة والناضجة والمتحضرة. شعاراتكم كانت هادفة، أقسم بالله العلي العظيم لا نفتخر أن لنا أساتذة وأستاذات في مستواكم وفي نضالكم وفي ذاك الشعارات الشعارات اللي كتمرض الحكومة وتولاتي الحكومة والمكون الحكومة. أنا اليوم بغيت نرسل رسالة للكاتب العام صاحبنا منية اللي كيقول لك دير رجل هنا ورجل لهيه، رجل مع الحكومة كمسؤول على واحد ثالث ولا رابع مسؤولية في المغرب والمجلس ديال المستشارين، ورجل دايرها على برا مع غانا مع الرابحة. رسالة للسيد الكاتب العام اللي قال الأساتذة ديروا النية ودخلوا تقراو، ما ديرش النية وتقول للممثل ديالك ديال النقابة ديالك يرجع اللور. ما ديرش النية انت وداك النقابات وتحشموا وتقولوا اننا رحنا سوف نودي بهذا البلد الآمن إلى الهلاك. ما تحشموا باش تراعيوش. هل فيكم ذرة وطنية انكم ترجعوا للوراء؟ راعيوا لك سيدنا الله ينصرو، راعيوا الملك ديال البلاد اللي وقته وجهده كل شيء عاطيه لهذا الشعب، ولكن شكون اللي غادي يعاونو؟ راعيو. اما انا الوقت انك تقول لذاك الكتاب ديال العامون حشموا، كتمشيو تجلسوا مع رئيس الحكومه ككتاب. انا كنوجه الخطاب للربعه ديال الكتاب اللي كيمثلوا على راسهم، وانتم عارفين ان الاساتذه انتم لا تمثلونهم.
دابا انتم ككتاب عامون كتمثلوا التعليم، وككاتب عام ديال الاتحاد العام كتمثلوا على 8 المليون ديال التلامذ، وكتمثلوا على الاباء والاولياء ديالهم، وكتمثلوا على 256 الف استاذ. واش ما كتحشموش؟ اليوم بغيت نرسل واحد الرساله، واش ما كتحشموش؟ واش ما كتحشموش النقابه الاكثر تمثيلا، العمل النقابي ولا عمل ديال التبقريج وديال التدبار وديال البيع والشراء وديال حاشا بعض، حاشا جوادهم، حاشا البعض، لا اعمم. انا اليوم كنرسل رساله للاخ الكاتب العام ديال النقابه ديال النيه، واش ما ديرش النيه وتحشم وتطلب من ذاك الكاتب العام ديالك يرجع للور وما يبقاش يتفاوض على الاساتذه. اساتذه شرفاء كيتفاوضوا هما على نفسهم بالتنسيقيات ديالهم المحترمه. فتحيه تقدير واحترام للاساتذه ومزيد من النضال. بينوا لنا الحكومه والوزراء انكم وطنيون. انتم غادي سوف تسودون بهذا البلد الى الهلاك. حنا دابا ولينا ما مسؤولين ما والو، مواطن عادي كنخافوا على هذا البلد اكثر منكم نتوما اللي تتقاضون اجور وعندكم الجنسيات، ولكن نتوما عندكم البعض منكم له الجنسيه الفرنسيه، من ترون يهز الطياره وصلت. فكنتمنى الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لسيدنا الله ينصرو، وانه يقدر يتغلب على هاد الناس اللي باغيين يخرجوا على هاد البلاد، وينصف هاد المغاربه ونصف الاساتذه ونصف الاباء ونصف كل شيء. اننا نتعرض لواحد العمليه ديال محاوله قتل الوطنيه في الشعب المغربي من طرف بعض الوزراء. والشعارات بالامس كانت شعارات رنانه على اخنوش وعلى القجاع وعلى بن موسى وعلى الحكومه. عرفتي الاساتذه راهم صعاب عليكم، صعاب لانهم مأطرين، لانهم قاريين وواعيين. فاليوم ما عنديش العبارات باش نعبر ونشكركم بزاف على الانضباط ديالكم. كل من حج الى مدينه فاس من جميع النواحي، من جميع المدن، فتحيه احترام وتقدير لكم ولنضالكم ولصمودكم. وان شاء الله الفرج قريب، وان شاء الله سوف تتغلبون على موسى صاحب الجنسية الفرنسية، وسوف تتغلبون على رئيس الحكومة وعلى المكونات الحكومة، غتتغلبوا عليهم بهذا التأطير ديالكم وبهذا النضال ديالكم الحضاري. فشكرا لكم إخواني وأخواتي، وتحية احترام وتقدير للأساتذة والأستاذات المحترمون. ما صبتش كيفاش ندير، ما يمكنليش نسكت وما نشكركمش. إن شعاراتكم بالأمس كانت شعارات واعره، كتعبروا بواحد الشعارات اللي حنايا كتهضروا بلسان الشعب المغربي المقهور. قلت واحد الكلمه، قلت شكون هو اخنوش وشفار وما منوش، وقلت يا حكومه يا محكومه، وقلت رديتو المغرب سجن كبير. فعلا رديتو المغرب سجن كبير. تحيه لرجال الامن، تحيه بجميع التشكيلات ديالهم، لانهم كانوا في المستوى البارح ودازت الوقفه الحمد لله بدون تصادم. الحمد لله في مدينه فاس ليس للاساتذه اي مشكل، عمرهم تصادموا مع الجهاز ديال الامن بكل التلوينات ديالو. فالتحيه احترام وتقدير، والتحيه خاصه للاساتذه والاستاذات والاباء والاولياء اللي كيتضامنوا مع الاساتذه، ومزيد من الصبر حتى تحقيق المطالب.